بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا بفضلك ومنك إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا وفهمنا واجعلنا في ذلك من المخلصين، وارزقنا سببا نكون فيه من المبلغين عن نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع القبول. ما زلنا في قراءتنا لهذا الكتاب المهم جدا لكل طالب علم، والذي لا يستغني عنه طالب علم في فهمه الحقيقي لطريقة عمل الفقهاء وطريقة عمل الأصوليين. بدنا نتذكر أننا اليوم أمام معارك فكرية كثيرة أحيانا تشكك بالحق بمظاهر خبيثة جدا وبأدوات خبيثة، منها أنها تقول لك هذا المذهب، هذا الإمام يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شو بدي أترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتبع هذا الإمام أو هذا الشيخ؟ الكتاب هو أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم للشيخ محمد عوامي. وقد تحدثنا عن السبب الأول لاختلاف الفقهاء، السبب الأول لاختلاف الفقهاء، وهذا السبب الأول هو كما قال في بيان متى يصلح الحديث الشريف للعمل به. يعني قبل أن نقول هذا الحديث صالح للعمل أو غير صالح للعمل، نحن أمام مجموعة عوامل، مجموعة شروط يجب أن تكون موجودة حتى يكون هذا الحديث مقبولا. هذا السبب الأول فيه كما ذكرنا 4 نقاط فرعية. من يذكرها؟ من يذكر ما هي النقاط الفرعية في هذا السبب الأول؟ لا، لسه ما وصلنا للاختلاف في فهم الحديث، هذا السبب الثاني. طيب، اختلاف ضبط الحديث من حيث اللغة العربية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. طيب، هذا إما أن يكون زكاة الجنين زكاة أمه، أو أن يكون زكاة الجنين زكاة أمه، يعني اجعلوا زكاة الجنين زكاة أمه، إذن ما بده ذبح مرة ثانية، أو لا هي كزكاة أمه. فيا هي هذا الأمر. إذن هذه النقطة اسمها الاختلاف بسبب ضبط اللغة العربية. أيضا صحة الحديث، الاختلاف في صحة الحديث. يا ترى ما هي الشروط التي وضعها العلماء حتى يكون هذا الحديث صحيح؟ فأنت تأتي إلى أبي حنيفة أو تأتي إلى مالك وتقول له هذا حديث صحيح، يقول لك شو يعني صحيح؟ بتقول له يعني رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من دون شذوذ ولا علة. فيقول لك طيب، ما معنى العدل؟ ما معنى الضابط؟ ما معنى الاتصال؟ سنجد أنهم يختلفون هنا في نقاط في إثبات أن هذا الحديث يا ترى صحيح أو غير صحيح. طيب، شو في نقطة ثالثة؟ يا ترى هل هذا الحديث روي بهذا اللفظ هكذا أم هناك مشكلة في لفظه؟ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. يا ترى هل صحيح كلمة فأتموا هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي فهم الراوي؟ لأن هناك رواية أخرى تقول فقضوا. هلا كم سبب ذكرنا أو كم نقطة؟ 3. طب الرابعة هي هل يشترط أن يكون الحديث صحيح حتى يعمل به، أو أنه الحديث الضعيف ربما يتقوى بأسباب كثيرة جدا، وهذه الأسباب تجعله مقبولا للعمل به عند كثير من الفقهاء؟ إذن هذه النقاط ال4 كلها ضمن السبب الأول، وهو في بيان متى يصلح الحديث الشريف للعمل به. الآن نأتي إلى السبب الثاني، وهو
في بيان اختلافهم في فهم الحديث. نحن الآن أمام قضية ثانية. الحديث ثبت عند الفقيه أنه صحيح ووجدت هذه النقاط كلها التي ذكرناها، لكن الآن سنختلف في فهمه. متفقين على الحديث، متفقين، أنت تقول به يا إمام طبعا أقول به، وأنت تقول به طبعا أقول به. طيب إذن لماذا اختلفتم؟ قال اختلفنا لأننا سنجد أننا أمام فهم مختلف عن الآخر مع إثبات نص الحديث وإثبات لفظ الحديث وإثبات صحة الحديث. طيب، ولذلك نقرأ هنا، لو سمحتم، أنت عندك كتاب تابش تقرأ لنا مشكورا. أعطيه الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم يا سيدي. السبب الثاني في بيان اختلافهم في فهم الحديث الشريف. إن اختلاف الأئمة في فهمهم للحديث الشريف ينشأ عن أحد أمرين: أولا اختلاف الناظرين في مداركهم ومواهبهم العقلية، ثانيا كون لفظ الحديث يحتمل أكثر من معنى واحد. إذن نحن لما يكون لدينا قول أو يكون لدينا كلام أو يكون لدينا حديث، قول أي قول أو أي كلام، ومن ذلك الحديث، سنجد أن الناس يختلفون في فهم الحديث بسببين. السبب الأول هو اختلاف طبيعة الأشخاص. هناك من يميل ذهنه وعقله إلى الفهم بطريقة المجاز، إلى الإشارة. هناك من يستطيع مثل ما بيقولوا بالعامية بالقطة وهي طايرة، على السريع مباشرة يدرك المقصود. وهناك من يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تفكر حتى يفهم، يميل إلى الفهم الظاهر النصي. هذا شيء مرتبط بمن؟ مرتبط بالسامع، مرتبط بالمتلقي. طيب، وهناك سبب مرتبط بنفس الكلام. قد يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى. إذن قد يكون هناك اختلاف في الشخصيات. الآن أنا أقول كلاما، هذا الكلام يزن يفهمه بصورة مختلفة عما يفهم به براء. ليش؟ قال هذا اختلاف في الشخصية، اختلاف في الطبيعة، اختلاف في حدة الإدراك. طيب، اختلاف في تنوع الذكاءات، مثل ما بتعرفوا في ذكاء رياضي، في ذكاء لغوي، هذا كلياته بيؤدي إلى اختلاف فهم. طيب، الشيء الثاني أن الكلام، نفس الكلام، ربما يحتمل أكثر من معنى. طيب، أما الأمر الأول وهو وقوع الاختلاف بسبب طبيعة الباحثين، فهذا ما لا يشك فيه عاقل، إذ أن الناس متفاوتون في قواهم العقلية وسعة مداركهم وقوة ملاحظاتهم، وهذا التفاوت قد يكون خلقة وفطرة، وقد يكون كسبا واستفادة نتيجة تلون الثقافة وتنوعها، برحلات ومجالسة الناس ومخاطبة عقولهم، أو عمل المرء كالقضاء الذي يتعرف به ممارسه على دخائل الناس وحيلهم. يعني إذا كان الفقيه قاضيا، هذا الفقيه القاضي شو بيكون عنده خبرة كبيرة جدا جدا في قدرته على التعامل مع النص، على فهم النص بشكل مختلف عن الفقيه غير القاضي. طيب، أو تعاطي بعض الأمور الدنيوية كالتجارة مثلا. وقيل للإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا عن العقل، يولد به المرء؟ فقال: لا، ولكنه يلقح من مجالسة الرجال ومناظرة الناس. هذا الكلام من سيدنا الإمام الشافعي إعجاز. هل العقل آلي تولد مع الإنسان؟ الإنسان يولد عقله وحدة ذكاء آلي؟ الإمام الشافعي عم يقول لهم لا، لكن هذا العقل هو عقل تجربة. فتجربة الإنسان، ملاقحة الأفكار،
قراءة الإنسان الكثيرة، ممارسته للتجارة، لقاؤه بالعقلاء والأذكياء، مجالسته للأذكياء، كل هذا يجعله أكثر إدراكا وأكثر قدرة على التقاط المعاني الصعبة التي يحتاج الإنسان غيره ربما إلى وقت كبير للتدبر. نعم. وقد يهيئ الله عز وجل بفضله لبعض الناس أسباب ذلك كله فيجعلهم بفطرتهم كما قال أوس بن حجر: المعي الذي يظن لك الظن كأن قد رأى وقد سمع. المعي يعني الذكي الذي يظن لك الظن كأن قد رأى وقد سمع. يعني هذا ذكي كتير بالتحليل تبعه، بالتحليل بيقول لك القصة هيك 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 هيك، تقول له أنت لا مو معقول. بعد شوي بعد ما تمر أيام وتعرف شو صار بيقول لك مين قال لك؟ شلون عرفت؟ هو بالظن كأنه قد رأى وقد سمع بسبب ذكائه وقدرته على التحليل. طيب هذا موجود عند كل الناس؟ طبعا لا، ما موجود عند كل الناس. وقال ابن الرومي: المعي يرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغيب. ثم يهيئ الله لهم الأسباب الكسبية لذلك فيزيدهم قوة على قوة، وهذا كله مشاهد في الناس قديما وحديثا، وقد يسر الله تعالى ذلك لأئمة الإسلام قاطبة دون استثناء، والحمد لله رب العالمين. إذن هنا يريد أن يقول بأن هناك اختلاف في طبائع الشخصيات، اختلاف في قدرة الناس وذكاء الناس، سيؤدي حتما إلى اختلاف في طريقة التفكير، إلى اختلاف في الفهم. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم سواء، لذلك نشأ عن تفاوتهم في هذا الجانب بعض اختلاف. وقد تحدث الشافعي رضي الله عنه أوائل الرسالة عن تفاوت العلماء من حيث فهمهم للسنن، وقرر ما قلته فقال: وهم درجات فيما وعوا منها. وأنور المقام ببعض الأمثلة والشواهد. كان الإمام أبو حنيفة عند الأعمش التابعي الشهير في القراءات ورواية الحديث، إذ سئل الإمام عن مسألة وقيل له: ما تقول في كذا وكذا؟ قال الإمام: أقول كذا وكذا. فقال الأعمش: من أين لك هذا؟ فقال له الإمام: أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود وعن أبي إياس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير كان له مثل أجر عمله. مثل أجر عمله. شو الشاهد هون؟ قال الشاهد أن الأعمش التابعي رضي الله تعالى عنه هو روى هذا الحديث وأخبر به أبا حنيفة، لكن أبا حنيفة استنبط منه شيئا واستدل به على شيء الأعمش ما تنبه له. قال له: منين جبت الكلام؟ قال له: أنت قلت لي إنه هيك 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 هيك، فأنا استنبطت من هذا الكلام شيء الأعمش ما فهمه. نعم. وحدثنا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كنت أصلي في داري فدخل علي رجل فأعجبني ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. وحدثنا عن الحكم عن أبي الحكم عن حذيفة عنه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وحدثنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. وحدثنا عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الرقاشي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. فقال الأعمش: حسبك، ما حدثتك في 100 يوم حدثتني في ساعة، ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث. يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه للإمام الشافعي رضي الله عنه: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجابه فيها
فقال أحمد رضي الله عنه: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال أحمد رضي الله عنه: فنزع الشافعي في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث نص. وهو حديث نص. فنزع شو يعني فنزع؟ يعني شبه إخراجه لهذا الحديث كما يخرج الإنسان الماء من الدلو، بالدلو من البئر، هذا اسمه النزع. قال طلع الحديث منين طلعه؟ كأنه عم يطلع مي من البئر. وقال هذا الحديث وذكر الحديث. قال فأنا فهمت إنه مزبوط، ربطت قول الإمام الشافعي مع الحديث، فهو نص يعني دليل. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من تاريخ بغداد بسنده إلى الإمام عبد الله بن المبارك قال: قدمت الشام على الأوزاعي رضي الله عنه فرأيته ببيروت فقال لي: يا خراساني، من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى؟ الإمام الأوزاعي محدث فقيه كبير الشأن في الحديث، عظيم الشأن في الفقه، وهو إمام أهل الشام تقريبا 4 قرون، أو عفوا أعتذر، ليس 4 قرون، تقريبا 2 قرن، وأهل الشام على مذهبه، على مذهب الأوزاعي. فهذا إلى أن جاء السلاجقة فبدأت المذاهب الأخرى تنتشر. فالإمام عبد الله بن المبارك كان على مذهب الإمام أبي حنيفة، وكان معجبا بالإمام أبو حنيفة مع أنه هو إمام ومجتهد. فجاء عبد الله بن المبارك لزيارة الإمام الأوزاعي في بيروت، فقال له: يا خراساني. مين الخراساني؟ عبد الله بن المبارك. قال له: يا خراساني، مين هذا المبتدع اللي عندكم اللي اسمه أبو حنيفة اللي بلغني أنه ينكر أو لا يعمل ببعض أحاديث السنة؟ هيك الخبر وصله. مين هذا؟ يكنى أبا حنيفة. فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة. قال: ما جاوبت شيء، أنا سكتت لأنه ما محضرك جواب مقنع، سكتت. نعم. فأخرجت منها مسائل من زياد المسائل. طلعت له قال هيك كم مسألة من الدقائق التي تميز بها فهم الإمام أبي حنيفة. وبقيت في ذلك 3 أيام، فجئت يوم الثالث وهو يعني الأوزاعي مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي، فقال: أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته. وهو أي الأوزاعي مؤذن مسجدهم وإمامهم. لا، وإمامهم. نعم. والكتاب في يدي، فقال: أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته، فنظر في مسألة منها وقعت عليها. قال النعمان: فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب، ثم وضع الكتاب في كمه، ثم أقام وصلى، ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها، فقال لي: يا خراساني، من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق. فقال: هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. قلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه. عبد الله بن المبارك هذا أعجوبة من أعاجيب الدنيا، تاجر من أهل الورع، من أهل الجهاد، من أهل التقوى، من أهل الأدب والشعر، من أهل الفقه، من أهل الحديث، من أهل مكارم الأخلاق، من أعاجيب الرجال. يعني أنا بقول يمكن ما في بالإنسانية كلها، بالإنسانية رجل مكرر مثل عبد الله بن المبارك. فشوف عقله وفهمه، راح رجع هيك طلع له كم مسألة من المسائل العجيبة، اجى لعنده للإمام الأوزاعي: شو هالكتاب اللي معك؟ هات لشوف، أنا مسألة، هالمسألة هي دوخته. شو المسألة هي؟ شو الفهم هذا؟ هو شو كاتب عبد الله المبارك؟ قال النعمان ابن ثابت، وحاطط المسألة، دوخته. هلا هو شو عمل الإمام الأوزاعي؟ كان في ذلك الوقت المؤذن أذن، حيصير وقت الصلاة هو لساته ماسك الكتاب عم يتطلع ويفكر شو هاد. من كتر ما انشغل فيها ما عطى الكتاب، حمل هالكتاب أصغر من هيك، فوته بالجبة تبعه. الجبة كانت عريضة كتير، حطه هيك
الله أكبر، وصلى وهو حاطط الكتاب بالجبة تبعه. خلص الصلاة دغري من كتر ما شاغلته الشغل طلع هيك. بعدين قال له مين هذا النعمان بن ثابت؟ قال له والله هذا فقيه في العراق رأيته. قال له هذا الله، هذا نبيل جدا، هذا عظيم جدا في الفقه، الزمه، اصحك تتركه، انتفع منه قد ما بتحسن انتفع منه. قال له هذا هو ابو حنيفه اللي عم تقول لي ما تسمع من ابو حنيفه. شو الشاهد هون؟ شو الشاهد؟ شاهد ان الامام ابا حنيفه تميز بمزيد فهم، تميز تسمع له تقول الله اكبر، منين شفتها هي؟ كيف ربطت هذه المسألة بهذا الحديث بهذه الآية؟ نعم. وزاد حافظ الدين الكردري في مناقبه من رواية أخرى من كلام ابن المبارك نفسه، ثم قال: ثم التقينا بمكة فرأيت الأوزاعي يجاري أبا حنيفة في تلك المسائل، والإمام يكشف له بأكثر مما كتبت عنه، فلما افترقا قلت للأوزاعي: كيف رأيته؟ قال: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. وروى الخطيب أيضا في ترجمة عيسى بن أبان أحد رجال الحديث والفقه الحنفي عن محمد بن سماعة أنه قال: كان عيسى بن أبان يصلي معنا، أي في المسجد الذي يصلي فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ويقعد فيه لمجلس الفقه، وكنت أدعوه أن يأتي محمد بن الحسن فيقول، يعني عيسى بن أبان: هؤلاء قوم يخالفون الحديث، وكان عيسى حسن الحفظ للحديث، فصلى معنا يوما الصبح، وكان يوم مجلس محمد، فلم أفارقه حتى جلس في المجلس، فلما فرغ محمد أدنيته منه وقلت: هذا ابن أخيك أبان ابن صدقة الكتاب، ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث، وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: إنا نخالف الحديث. فأقبل عليه محمد وقال له: يا بني، ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث؟ لا تشهد علينا حتى تسمع منا. فسأله يومئذ عن 25 بابا من الحديث، فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها ويخبره بما فيها من المنسوخ، ويأتي بالشواهد والدلائل. فالتفت عيسى بن أبان إلي بعدما خرجنا فقال: كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني، ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس. ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه به. شو قال؟ كان بيني وبين النور ستر. الله أكبر على التعبير. كان بيني وبين النور ستر، في باب مسكر وانفتح الباب. نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الأنوار ولا يحجبنا عن الفهم وعن الأنوار. طيب، إذن هذا المعنى الأول، وهو اختلاف قدرة الأشخاص، ذكائهم، طريقة تحليلهم وتفكيرهم في فهم الأشياء. طيب، الثاني: وأما الأمر الثاني الذي نشأ عنه اختلاف الأئمة بسبب الفهم، فهو كون الحديث تحتمل ألفاظه أكثر من معنى واحد، وهذا أمر واقع مشهود أيضا. ويشترط لصحة هذه المفاهيم المختلفة حينئذ أن تكون مقبولة سائغة من حيث العربية. يعني مو كل فهم مقبول مثل ما بيساوي اليوم الذين يسمون الحداثيون، وإنما يجب أن يكون هذا الفهم مرتبط بقواعد اللغة، ولا تتنافى معها، أو لا يكون فيها تعسف وتكلف. ثانيا، وألا تتنافى مع أحكام أخرى ثابتة في نصوص أخرى. إذن الفهم أو احتمال فهم الكلام الحديث الآية بمعنى آخر غير المعنى المعروف له شرطين: الشرط الأول أن يصح وفق قواعد اللغة العربية، الشرط الثاني أن لا يخالف أصلا مجمع عليه، أصل متفق عليه.
وأنا أذكر هذين الشرطين زيادة في التوضيح، وإلا فأئمة الفقه الذين نحن بصدد الحديث عن أسباب اختلافهم أجل منها من أن يغفلوا عن هذه الملاحظات. ومن شأن الإمام إزاء احتمال النص أكثر من معنى أن يبحث جهده عن قرائن ترجح أحد المعنيين المختلفين، ولا بأس بذكر مثال موضح لهذه الحال، حال احتمال النص أكثر من معنى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا حديث مشهور صحيح من حيث الإسناد. إذا انتهت مشكلة صحة الحديث وقبول الحديث عند الفقهاء لأنه صحيح أو غير صحيح. الآن سنأتي إلى اختلاف في الفهم. اتفق الفقهاء على هذا الحديث من حيث الصحة. البيعان بالخيار في مجلس كان في مفاوضة، كان في مساومة. بعد المساومة اتفقا على البيع. قال: بعتك، قال له: تشتري؟ اشتريت. بعني؟ اشتريت. بعتك. هذا العقد تم. طيب، ولكنهما ما يزالان في المجلس، لسه المجلس نفس المجلس. هل يحق للمشتري أو للبائع أن يقول: أخي أنا بطلت، أنا ألغيت هذا العقد، ولا خلاص العقد أبرم وبعت واشتريت وما عاد في عودة في هذا الكلام؟ مثل ما قلنا الحديث صحيح. طيب، كيف سيختلف فهم الحديث وبما يتناسب مع الفهم الصحيح أو المعنى الصحيح الذي لا تمنعه اللغة العربية؟ فاختلف العلماء في معنى التفرق هنا. هل المراد التفرق بأبدانهما، أي أن كل من البائع والمشتري بالخيار في إبرام العقد أو نقضه ما دام في المجلس أو في مكان العقد، فإذا ذهب أحدهما عن الآخر قليلا وفارق المجلس لزمهما العقد، ولا يحق لأحدهما نقضه إلا بموافقة الآخر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وغيره رضي الله عنهم. الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال: أخي الحديث واضح، ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتركا هذا المجلس ويتفرقا بالأبدان. نعم. أو هل المراد التفرق بأقوالهما، أي أن كل من المتعاقدين بالخيار في إبرام العقد أو نقضه ما دام في الحديث عن المعقود عليه وعما يتعلق به، فإذا تعاقدا ثم انتقلا إلى حديث آخر فقد لزمهما العقد، ولا يحق لأحدهما نقضه إلا بموافقة الآخر. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره رضي الله عنهم. الإمام أبو حنيفة قال: لا، ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا عن الحديث في نفس الموضوع. عم يقول له: هي السيارة قديش بتسوى؟ بيعني كم ثمنها؟ أدفع لك كذا. طيب، ادفع لك إياهم بالتقسيط. طيب كذا. بعت، اشتريت. تمام. هن عم يحكوا. قال له: طيب قديش بعد ما قال له بعت واشتريت، قال له: كنت بدي أسألك قديش بتعمل بنزين، قديش مدري شو، قديش ما ساتهم عم يحكوا عن نفس السيارة، عن نفس القصة. ولو قال له بعت واشتريت، قال له: لا، إذا هيك ما بدي، أنا تراجعت. لساتهم عم يحكوا عن نفس الموضوع. لكن إذا قال له بعت واشتريت، بعدين صاروا يحكوا بقضية أخرى، يحكوا عن الطقس. بكرة يا ترى في تلج ولا ما في تلج، حينزل مطر ولا ما حينزل مطر، شو قصة ما لها علاقة بنوم. قال: هذا اسمه تفرق عن المعنى بالكلام، وليس تفرق بالأبدان. فالإمام أبو حنيفة قال: إذا تفرقوا بالكلام صاروا يحكوا بغير موضوع، ولو كانوا في نفس المجلس لا يحق لأحد منهما أن ينقض هذا العقد. طيب، المعنى هذا من حيث اللغة صحيح. طيب، ليش أبو حنيفة عمل هيك؟ يعني ليش عم يقول هيك؟ ليش ما بتقبل إنه تفرق بالأبدان؟ ليش؟ قال: لأنه الأصل القياس على ما يشبه هذا أن العقد ملزم.
إذا واحد قال له للثاني، قال له زوجني ابنتك، قال له قبلته، تمام، صار العقد. بعد شوي قال له بس بنتك قديش طولها؟ قال له 160. قال له لا، إذا 160 ما بدي أخي، بطلت. بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال. طيب ليش بالبيع هذا عقد وهذا عقد؟ ما بيمشي الحال. طيب الإمام أبو حنيفة يريد أن يجد مخرج من أجل أن يخرج من إشكالية أنه العقد عقد ملزم، فكيف عم تتراجع أنت عن العقد؟ طيب في حديث، شو بدي أعمل بالحديث؟ قال سأفهمه بهذا الفهم لأخرج من مشكلة مخالفة هذه الصورة لأصل موجود في كل أحكام الإسلام، وهو أن العقد ملزم. شو عم نلعب نحن؟ نشف ريقي وأنا عم تقول لي السيارة وموديلها وآخر شيء بعت اشتريت، بعدين ما بيصير. شو هالحكي هذا؟ طيب إذن الحديث نفسه، لكن اختلاف في فهم هذا الحديث جعل المذاهب وجعل الأقوال مختلفة في الحكم الذي استنبطوه منه. نعم. ولكل من الطرفين أدلته وحججه، وإنما أعرض لبعضها باختصار، وقصدي بيان سبب الاختلاف من هذا الجانب، لا استيفاء أدلة الطرفين والترجيح بين المذاهب. أنا ما عم رجح. هلا أنا حأذكر لكم كل واحد من الفقهاء في هذه القضية شو رأيه وشو سبب رأيه. ما حرجح أقول هذا الأرجح، بس حتى تفهم مثل ما قلنا أنك لو جلست الآن مع الإمام الشافعي لا أقنعك، ولو جلست مع الإمام أبي حنيفة لا أقنعك. طيب، احتج الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن معه على صحة قولهم بالأثر أي بالنقل، وبالنظر أي المعقول والفهم. أما الأثر فبفعل راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا اشترى من أحد شيئا ابتعد عنه خطوات ثم رجع إليه إن كان له حاجة، وفهم الصحابي لما يرويه أقرب إلى الصواب من فهم غيره. قال سيدنا عبد الله بن عمر كان حتى ما حدا يرجع ببيعته وشروته. إذا اشترى شغلة، بعت، اشتريت، بعت، بياخدها بيروح، بعدين بده يكمل معه قصة ثانية، بيرجع حتى يثبت البيع. هيك فهمه لسيدنا عبد الله بن عمر. وسيدنا عبد الله بن عمر كان يعني أميل إلى فقه الظاهر، أميل إلى فقه الظاهر، فهو بده يثبت البيعة. قال هيك هذا الفعل تبع الصحابي بدل على هذا الفهم. نعم. وأما النظر فإن الحديث يقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، والأصل في المتعاقدين أن يكونا متفرقين، أي البائع في حانوته مثلا والمشتري في بيتي مثلا، فيجيء المشتري إلى البائع فيجتمعان في مكان العقد فيتعاقدان ثم يرجعان إلى ما كان عليه، وهو الافتراق عن بعضهما، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عنى بقوله ما لم يتفرقا عودهما إلى حالهما الأصلية، وهي أن كل واحد في مكانه، والله طيب. أعلم. هذا رأيي وهذا تفسير الإمام الشافعي لما ذهب إليه. واحتج أبو حنيفة رحمه الله ومن معه على صحة قولهم بالأثر والنظر أيضا. أما الأثر فقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأفادت الآية أن التراضي هو الأصل في التزام العقد، وعنوان هذا التراضي الإيجاب والقبول، وقد تم بينهما. إذا كان في بيع إيجاب وقبول وتم فيه العقد، نكسك بهذا العقد أكل للمال بالباطل، لا يجوز أن تفعل هذا. وأما لفظ ما لم يتفرقا فيوجه إلى معنى آخر، إلى معنى آخر حتى لا يتعارض مع الآية، لا يتعارض مع الآية، وتوجيهه أن يقال ما لم يتفرقا بأقوالهما، وقد ورد في كثير من النصوص الشرعية التفرق بمعنى التفرق بالأقوال فقط دون احتمال التفرق بالأبدان، وذلك في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. طيب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب هل معنى ولا تفرقوا، هل قول إن الله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا يعني إنه ولا يقعد كل واحد منكم لحاله؟ قال لا، بجوز تكونوا أنتم موجودين في مكان واحد ولكن أقوالكم وأفكاركم ومذاهبكم متفرقة، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى من التفرق. وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلى آيات أخرى غير هذه. وأما النظر ففي القصة التي رواها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن سفيان بن عيينة قال في الانتقاء. لماذا لم تقرأ في الانتقاء؟ انتقاء هو كتاب في الفقه المقارن، من الكتب المتقدمة جدا في الفقه المقارن لابن عبد البر. ما موجود أو الحاشية مكتوب؟ طيب أنا بنسختي مكتوب. قارن فيه بين المذاهب الثلاثة، الحنفية والمالكية والشافعية. نعم. وأما النظر ففي القصة التي رواها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن سفيان بن عيينة قال كان أبو حنيفة يضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيرده بعلمه. حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة يقول حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال أبو حنيفة رحمه الله أرأيتم إن كانوا في سفينة كيف يفترقون؟ قال سفيان فهل سمعتم بشر من هذا؟ سبحان الله. الإمام سفيان بن عيينة كان بينه وبين أبي حنيفة بغض شديد، لأن سفيان بن عيينة كان محدثا وكان أمير المؤمنين في الحديث، كان من أمراء المؤمنين في الحديث، وهذا نادر. كلمة أمير المؤمنين في الحديث هي شغلة نادرة جدا. طيب فعم يقول هذا أبو حنيفة ما بينفع هذا يرد الأحاديث. قال تخيلوا مرة كنت عم بتناقش معه فقلت البيعان بالخيار، أنت شلون تنكر هذا المعنى؟ قال له لا أنا ما أنكره، أنا عم أقول هو تفرق بالأقوال وليس تفرق بالأبدان، وليس تفرقا بالأبدان. قال له أبو حنيفة عم يقول له، قال له خذ هالمثال، قال له إذا كانوا راكبين بقارب، قارب مو سفينة كبيرة يعني سفينة قارب، وتفاوضوا بصفقة وقال له بعت اشتريت، وبدهم يضلوا راكبين بهالقارب شي ساعة ونص ساعتين. طيب إمتى بدهم يتفرقوا هدول؟ هلا شو معناته التفرقوا؟ متى ما صار يقول له بعدين هلا شوف قديش بدنا نوصل لهون، شايف تطلع هون شوف الغيم شلون، شايف المدري شو كذا. قال خلاص هدول تفرقوا والبيع ثبت وانتهت القضية. كلام الإمام أبو حنيفة صح ولا لا؟ صح. خلاص تفرقوا. شو بقول له؟ شو بعد ساعتين قال له أخي أنا بيكون نام وفاق، ساتون قاعدين بكون هيك الشمس نام، بعدين فقال له أخي البيعة أنا بطلت البيعة. ليش شو بطلت البيعة؟ بصير أنا بطلت البيعة، أنا بعت رسالة بعت مسج وبنيت على كلامك ومدري شو عملت، ما بصير بطلت. طيب إذن هذا مثال لاختلاف الفهم. طيب ننتقل بعد صفحة تقريبا. بل لقد عمم الحكم في هذا. نعم. بل لقد عمم الحكم في هذا شيخ فقهاء عصره العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي. محمد بخيت المطيعي هذا كان مفتي الديار المصرية طبعا. وتذكروا دائما أن مصر يعني أمة العلم، فيها الأزهر وفيها آلاف العلماء الكبار العظماء الذين كان لهم أثر كبير جدا في الفقه والحديث والتفسير وغيره. وخاصة في العصور القديمة لما نقول شيخ الأزهر الإمام الأكبر، أو بنقول مفتي الديار المصرية كما قلت، وخاصة يعني في القرن 19 وما قبل، فنحن أمام قامة علمية كبيرة لا يمكن يعني وصف إحاطتها
العلمية. فهذا كان شيخ الديار المصرية، هذا كان معاصر للشيخ بدر الدين الحسني، في له قصة شهيرة مع الشيخ بدر الدين الحسني، شيخ الديار المصرية وعالم كبير جدا. فهذا العالم المطيع البخيت المطيعي، وكما قلنا عالم كبير مليء بالعلم، زار الشام فحدثوه، قالوا إحنا عنا والله أكبر مشايخنا بالشام الشيخ بدر الدين الحسني ويدرس تحت قبة النسر. قال لهم إيش يعني شو هذا الشيخ بدر الدين؟ هاتوا لنشوف، يلا لنشوف الشيخ بدر الدين شو حيطلع معه الشيخ تبعكم هذا. حمل حاله وراح وقعد وتربع وفرد الجبة تبعه هيك، وإنه يعني أنا شيخه ومفتي الديار المصرية. قعد لي يسمع. وإيش صار الشيخ بدر الدين يأتي بالعجائب، يجيب لفتات مثل هي تبع الإمام أبو حنيفة وتبع غيرها، شغلات في الفهم راقي. قال فصار شوي شوي يضبب الجبة تبعه، لملمها هيك لملمها بعدين زبط قعدته هيك، بعدين قعد أركبه صار يسمع هيك، بعدين يقول الله شو هالشيخ هذا لو كان عنا بمصر ما بنخليه يمشي على رجليه، بنحمله على أكتافنا، ما بنخليه يمشي على رجليه، رضي الله تعالى عنهما. الشاهد ماذا يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالته أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام؟ طبعا هذا الإمام المطيعي كان في العصر الذي ظهر فيه مجد الوهابية، ولذلك هو الآن يرد على من يقول أنتوا يا جماعة أبو حنيفة ويا جماعة مالك والشافعي وهذه المذاهب أنتوا عم تخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعم تساووا من هدول الأئمة مثل النبي، تتبعونهم وتتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهو برسالته هذه يرد على هؤلاء. فقال كل حكم من تلك الأحكام كان مأخوذا من الأدلة الأربعة، يريد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، صريحا أو اجتهادا على وجه صحيح، فهو حكم الله وشرعه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الذي أمرنا الله. عيد قال له يا حبيبي نحن ما لنا عم نتبع أبو حنيفة ولا لنا عم نتبع الشافعي، نحن جماعة الله ومحمد، نحن جماعة الله ومحمد. لكن في عنا فرق بين أن أفهم قول الله وقول رسول الله من واحد لسه عمره يومين، عمره 3 أيام، لسه ما فأست البيض عنه، لسه من واحد يعني نص عالم، وبين أن أفهم قول الله وقول رسول الله من أبي حنيفة من الشافعي. أما أنا ما دخلني، أنا بتبع الله لما عم أقول لك أنا هذا مذهب أبي حنيفة، يعني هذا فهم أبي حنيفة للكتاب والسنة، وهذا اجتهاد أبي حنيفة من مصادر الاجتهاد الأصلية. نعم. كل حكم من تلك الأحكام، اسمعوا الكلام لأنه عن جد دقيق ومهم. كل حكم من تلك الأحكام كان أعتذر منكم ماشي لو عم أقطعك أخي تابش. من علامات العلم أن يأتي الإنسان أو العالم بالتعبير الدقيق الذي يصيب الهدف مباشرة، ما بيقول بلف وبيدور بلف وبيدور بلف وبيدور، كلمتين 3 4 مباشرة. فاسمع وركز بهالكلام. فقال كل حكم من تلك الأحكام كان مأخوذا من الأدلة الأربعة، يريد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، صريحا أو اجتهادا على وجه صحيح، فهو حكم الله وشرعه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه، لأن رأي كل مجتهد حيث كان مأخذه من أحد الأدلة الأربعة المذكورة شرع الله في حقه وحق كل من قلده. إذن شرع الله الذي يجب عليه أن يتبعه شو هو فهمه باعتباره عالم مجتهد، لا يجوز له أن يخرج عن هذا الفهم، وهو شرع الله بالنسبة لكل مقلد له، وهو شرع الله بالنسبة لكل مقلد له. طيب. ويدل على ذلك بعد تأمل يسير قول سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه الذي رواه البخاري في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب العلم، باب في كتابة العلم،
وأسند إلى أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. يعني إن سيدنا علي هناك من غال في آل البيت، وآل هذول سيدنا علي وآل البيت خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم خاص أعطاهم إياه وما أعطاه للأمة. طبعا هذا خيانة من النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإجا واحد قال له لسيدنا علي، قال له: أنت ما شاء الله بشوفك كتير شغلات تقول إحنا ما بنعرفها، أنتوا عندكم شيء النبي عليه الصلاة والسلام أعطاكم إياه ما أعطانا إياه؟ كتاب، دفتر، شغلة النبي عليه الصلاة والسلام أعطاكم إياها ما أعطانا إياها؟ قال له: لا، الله وكيلك، ما عندنا شيء. لكن شو المشكلة؟ شو القصة؟ قال: ولكنه فهم. الله سبحانه وتعالى آتاني فهم ما آتاه لغيري. ولذلك في كتير مسائل، في كتير مواقف يكون الصحابة كلهم مختلفين، سيدنا علي بيقول لهم: لا، وقفوا، القصة 1 2 3. والله مزبوط. حتى شو قال سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال: لا أبقاني الله لمسألة ليس لها أبو الحسن. ولي أنا إذا شي يوم من الأيام وعدت بشي مسألة وليس أبو الحسن سيدنا علي بن أبي طالب موجود، شو بدي يساوي بحالي؟ فالله لا يبقيني لمسألة ما يكون أبو الحسن سيدنا علي موجود. طب شو عنده سيدنا علي؟ قال: ليس عنده إلا هذا الفهم. ولذلك هون الشاهد، وهو اختلاف الناس في فهمهم مع تساويهم في العلم. اختلاف الناس في فهمهم مع تساويهم في العلم. نعم. أو ما في هذه الصحيفة، هي صحيفة كانت في سيف سيدنا علي، فيها بعض مسائل القصاص، بعض مسائل إنه والله شو قصاص اللي بيقطع إصبع واحد أو اللي بيكسر سن واحد، بعض مسائل القصاص، يعني مسائل صغيرة كتير، يعني ورقة هي اللي أعطانا إياها النبي، هي اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، شغلة صغيرة في بعض مسائل القصاص. نعم. قال ابن المني: طيب. ورضي الله عن ريحانة السلف الإمام عبد الله بن المبارك، فقد نبه إلى هذا المعنى بقوله: لا تقولوا رأي أبي حنيفة رحمه الله، ولكن قولوا إنه تفسير الحديث. كما نبه إلى هذا المعنى بأوضح من ذلك ابن حزم رحمه الله، فقال: جميع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة، وإن خفي دليله على العوام، ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلى الخطأ، وأنهم يشرعون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال من قائله عن الطريق. ونقله المولانا العلامة. دقيقة شوي. ولذلك هو شو عم يقول قال في ناس بدل ما يقولوا فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي مذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي، شو بيقولوا فقه السنة، فقه القرآن الكريم، مشان يدلسوا على الناس. أنت شو بدك؟ شو بتحب تقرأ؟ فقه السنة ولا فقه أبو حنيفة؟ شو بدك؟ شو الحكي هذا؟ شو أبو حنيفة منين عم يجيب الكلام؟ هو هيك الكلام اللي هلا عم يقولوا بكلامه. طاع هيك منيح إلى أن نصل: وقبل أن أختم الحديث عن السبب الثاني لا بد من استثناء شيء من ذلك الذي قلته قبل قليل. قلت إن الفقه المستنبط من الكتاب والسنة ومن الإجماع والقياس الصحيح هو من الدين، ولا يجوز فصله عن مصادره المستنبط منها، ولكن لا بد من استثناء ما سماه الإمام الأوزاعي رحمه الله بنوادر العلماء. فقد أسند إليه البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى أنه قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. طيب. قال بعد كل الكلام اللي قلناه، وأن فقه الأئمة وفقه المذاهب مأخوذ من فهم الكتاب والسنة، طب معصومين هن ما بيغلطوا؟ قال لا، في لهم شيء اسمه نوادر، أو في مسائل شذ بها فلان، انفرد بها فلان، شذ بها فلان. قال هي المسائل فيها شيء من ضعف التأويل. طب ليش؟ قال لأنه طبيعة بشرية، مو معناتها كل واحد دائما مصيب، طبيعة بشرية. فهي المسائل ما تاخذها وتبررها
أو تأخذها وتساويها حجة أنه شوف شلون بيغلطوا. نعم. وأسند ابن عبد البر رحمه الله إلى سليمان التيمي العلم الحجة العابد أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت برخصة كل عالم، يعني كل واحد في مذهبه في عنده مسائل شذ بها، فإذا اجيت أنت جمعت هذه المسائل الشاذة شو بيصير؟ قال اجتمع فيك الشر كله. في مسائل شذت ما حأذكرها في كل مذهب، المسائل التي شذت هي اللي لازم أنت تنساها. أنت رحت جمعتها المسائل هي وعملت بها، قال تجمع فيك الشر كله. مثل ما عمل بزمان مرة أحدهم ألف كتابا، محمد حباش ألف كتاب عن أحكام المرأة، فجمع مسائل شاذة جمعها تجميع من مذاهب الفقهاء، فاجتمع في هذا الكتاب الشر كله، كل الشر، لأنه جاب المسائل الشاذة ووضعها. طيب. وعلق عليه ابن عبد البر بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وفي شرح علل الترمذي لابن رجب عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن إبراهيم ابن أبي عبلة أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. في تعليقاته على ذيول تذكرة الحفاظ كلمة ابن أبي عبلة بلفظ: من تبع شواذ العلماء ضل. طيب. آخر وحدة. وقال أبو بكر الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي: فإن احتج محتج في الرخصة في اللعب بالشطرنج فقال: قد لعب بها قوم ممن يشار إليهم بالعلم، قيل له: هذا أي هذا الاحتجاج قول من يتبع هواه ويترك العلم، فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليهم زلة أن يتبع على زلله. هذا قد نهينا عنه وقد خيف علينا من زلل العلماء. طبعا هذه هي القضايا اللي هي الآلات في اللعب، تحريمها لأنها كانت في ذلك الوقت وفي زمن الفقهاء لا تنفصل أبدا عن أمرين: عن القمار أو عن مجالس الفساق. فإما أن تكون على قمار أو مرتبطة حتما بمجالس فسق. فإذا خلت من القمار وخلت من مجالس الفسق وخلت من أن يدمن الإنسان عليها، فما عاد يحسن يتركها وينشغل بها عن الطاعة، ما في شك أنها من المباح. كل هذه الأشياء ما في شك أنها من المباح. تخرج إلى المكروه إذا انشغل بها، تخرج إلى الحرام إذا فاتته الفرائض أو إذا كان مرتبط فيها شيء من رضي الله عنه من قوله: 3 مضلات أئمة مضلة، وجدال منافق بالقرآن، وزلة عالم. حنوقف هون لأن هذا الكلام من أعظم الكلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. في شي سؤال؟ سيدي، ذكرتم كلمة الإدمان، ما معنى الإدمان؟ يعني يوميا يلعب هذا الشطرنج أو هذا؟ يعني إما أنه يوميا أو أنه ما حد يحسن باليوم نفسه، ما بيحسن. إذا ما لعب شطرنج بلاقي حاله دايخ، بلاقي حاله مو رايق. إذا ما لعب شدة بلاقي حاله الله أعلم مش صاير فيه. إذا ما لعب بشيء من هذه الألعاب، يعني الإدمان يعني أنه مثل واحد مدمن، إذا ما فعل هذا الشيء بلاقي حاله مخه مو ضابط، مزاجه مو ضابط.
لا لا، قد يكون مرتبط، قد يكون مرتبط بحالة إعراب أو مرادفات، قد. إيه بس الفهم، اختلاف الفهم قد يكون مرتبط بحالة إعراب، أو قد يكون، قد. طبعا طبعا طبعا. هلا هناك سؤال عم يقول السؤال انه نحن، هذا سؤال اجانا على الفيس، انه نحن قلنا ان احاديث الاحاد ظنية الثبوت لا يؤخذ بها في العقيدة، تمام، بينما السلفية يقولون تؤخذ العقيدة من احاديث الاحاد. انا مو هيك قلت، والكلام دقيق. احاديث الاحاد احاديث ظنية باتفاق كل العلماء، هل يؤخذ منها أو يؤخذ فيها بالعقيدة أو لا يؤخذ؟ هناك خلاف. طيب القول الأرجح أنه يؤخذ فيها بالعقيدة، ليش حتى ما يؤخذ؟ لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنها ليست حجة على المخالف. يعني أنا ما بصير أحتج على المخالف بحديث آحاد. ولذلك مثل ما قلنا هون المثال اللي ذكرناه وكان التعليق عليه أكيد، لما يأتينا مثلا من ينكر الصراط وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة ثبت بالأحاديث الآحاد، أنا أنكره لأنه بقول إنه هذا إجاب أحاديث آحاد، إذن أنا أنكره؟ أعوذ بالله، ما بقول هيك. بقول طبعا أثبته لأنه جاء في أحاديث صحيحة. طيب فلو جاء من يقول لا أخي أنا لا أثبت الصراط، وبقول ما في مشهد من مشاهد يوم القيامة اسمه الصراط، طيب شو بدي أقول له أنا؟ بيقول له هذا ورد، بيقول لك هذا أنا ما أثبت هذا الحديث ولا أرى هذا الحديث. طيب بقول له أنت مخطئ، لكن لا أستطيع أن ألزمه. مو أنا لا أخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، لا أستطيع أن أفحم أو أن ألزم المخالف بشيء ثبت في أحاديث أو ثبت بأحاديث الآحاد. طيب سيأتيني من يقول طيب عذاب القبر، عذاب القبر ورد بأحاديث الآحاد، ليش ما بتساوي هيك؟ بنقول عذاب القبر لم يرد بأحاديث الآحاد فقط، وإنما أولا عذاب القبر وردت الإشارة إليه في آيات القرآن الكريم، في كثير من الآيات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل أن يدخلوا أشد العذاب النار، في عندهم عذاب وهو أنهم يعرضون على النار. إذن وردت الإشارة هون قبل عذاب النار. طيب ثم جاءتنا أحاديث كثيرة يمكن أن نقول أنها جاءت بتواتر معنوي، ليست تواتر لفظي، تواتر معنوي، تثبت عذاب القبر. أحاديث كثيرة بصور كثيرة تثبت عذاب القبر، فعذاب القبر حالة خاصة. فإذا نحن ما عم نقول أن الأحاديث الآحاد لا تؤخذ منها العقيدة، وإنما عم نقول لا نستطيع أن نلزم المخالف بأحاديث الآحاد. طيب هل هناك علاقة بين الوهابية والسلفية؟ طيب هلا هون هي مصطلحات تطورت شيئا فشيئا. أولا قضية السلفية كان في عنا تيارين من تيارات السلفية. تيار هو تيار من يسمى محب الخطيب، محب الدين الخطيب، وجمال الدين القاسمي، وطاهر الجزائري. هؤلاء اسم وسموا السلفية وليسوا وهابية. هؤلاء كان لهم نظرة في قضية الخروج من التعصب المذهبي، الخروج من التعصب المذهبي، وليس إنكار المذاهب، وليس التنقيص من المذاهب، ومناقشة قضايا العقيدة بطريقة جديدة، وتوسعة الصدر في قبول الآخر. وهذه مدرسة عظيمة محترمة جدا جدا. مين أصولها؟ محب الدين الخطيب، الشيخ طاهر الجزائري، الشيخ جمال الدين القاسمي. أولا اجت بعكس نظرية السلفية.
نظرية السلفية كأنه عم تقول لا نسمح لأي مذهب من المذاهب بأن يحتكر الحقيقة المطلقة في فهم النصوص، وإنما أنا بقول ليس الحق دائما مع أبي حنيفة، هيك بيقولوا هن السلفية، وليس الحق دائما مع الشافعية، وليس الحق دائما مع الإمام مالك، وأنا أنتقي مما يقولوه. هدول مين؟ هدول الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ محب الدين الخطيب، ومثلهم كمان كان في عالم كبير اسمه الشيخ سعيد الباني. سعيد الباني له كتاب عظيم جدا بهالقضية هي. طيب الوهابية شو عملت؟ عملت عكس هيك تمام. شو قالت الحق فقط مع محمد بن عبد الوهاب، وكل مين غير محمد بن عبد الوهاب فقوله خطأ ولا يجوز أن نتبعه لا في العقيدة ولا في الفقه. فهن اشتغلوا عكس السلفية تماما. فإذا كأنه أصول بالتفكير أنه أخي إحنا بدنا نرجع للكتاب والسنة هيك. لكن واحد عم يقول بدي أرجع للكتاب والسنة لكي أحترم وأخذ أجمل ما لدى كل قول وكل مذهب، وتاني عم يقول بدي أرجع للكتاب والسنة وأحتكر الفهم عند هذا الذي يدعي أنه هو رجع إلى الكتاب والسنة وبعد ذلك وقع فيه طامات ووقع فيه متناقضات. فهذا الفرق إذن بين الوهابية وبين السلفية. بس هذيك المدرسة راحت وماتت بموت أصحابها. صفي إذا قيل السلفية اليوم فهي تعبير عن الوهابية. هذا من التدليس. يعني لما بيقولوا نحن بدنا نتبع السلف، شو يعني السلف؟ بزعمهم القرون الثلاثة الأولى، صحيح؟ طيب الإمام أبو حنيفة إمتى توفي؟ 150 للهجرة. طيب ما هو من أهل القرون الأولى. طيب الإمام مالك إمتى توفي؟ يمكن 179 أو كذا هيك شيء، أيضا هو من أهل السلف. طيب الإمام الشافعي إمتى؟ 204 أو 201. طيب أيضا هو من أهل القرون الأولى. طيب الإمام أحمد، هدول كلهم سلف. يعني ليش أنت عم تسمي بس الأئمة اللي أنت بدك ترجع لهم بالفهم سلف وتنكر إنه الآخرين كلياتهم سلف؟ ليش هيك؟ ما بيصير. فإذا هي مصطلح في تدليس، مصطلح في غش. والله السلف، أنو سلف؟ مين هن السلف؟ بل زيدك بالشعر بيت: كل الفرق المعتزلة، الشيعة، الأشاعرة، الماتريدية، الإباضية، الزيدية، كل الفرق يرجعون بأصول وأصول مذهب إلى عصر السلف. وين بيرجعوا لكان؟ أئمتهم كلهم من وين؟ من هذه القرون الأولى، فهن كلهم من هذا السلف. فإذا كلمة السلفية كذب. من أجل ذلك الله يرحمه ويرضى عن أستاذنا الدكتور البوطي، شو كتب كتابه العظيم؟ كتابه لحاله رسالة، بس كتابه لحاله بوصل العنوان، عنوان الكتاب فقط بيوصل الرسالة وبيحل المشكلة. شو قال؟ السلفية مرحلة زمنية مباركة، لا مذهب فقهي أو مذهب علمي، مرحلة هي تاريخية، هي مو مذهب. ما في شيء اسمه مذهب السلف. مذهب السلف في عنا بزمن السلف هو كل الاختلاف الفقهي، كل الفقهاء من السلف، الاختلاف العقدي، كل أئمة الفرق من السلف. فشو مذهب السلف في العقيدة؟ ما بعرف، في 100 مذهب. شو مذهب السلف بالفقه؟ في 100 مذهب. فمعناتها شو مذهب السلف؟ مذهب السلف هو اللي نحن عليه، اللي هو هذا الاختلاف والتنوع الفقهي. وانتم يا من تدعون انه انتم سلفيه، انتم كذابين. ما يكون سلفيه، انتم وهابيه. يعني انتم تلتزمون بقول محمد بن عبد الوهاب ولا ترون الحق الا في قوله، وهو باجماع اهل العلم ليس لديه علم. باجماع اهل العلم هو زلمه مريض نفسيا، قاصر العلم، متطاول على اهل العلم، متكبر على اهل العلم، سخر نفسه من أجل تحقيق الأهداف التي يريدها أعداء الأمة في تمزيق الأمة، إما في تكفير الأمة أو في تبديع الأمة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.